السلام عليكم متابعي قناة فكرة ونص. سنعرض عليكم اليوم المجموعة ذاتها قررت فعلتها حرق جديد للمصحف في عاصمة الدنمارك، حيث أفادت وكالة رويترز بإقدام عدد قليل من الأفراد بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم الاثنين. وقالت الوكالة إنها المجموعة ذاتها دانكسي باتريوتر التي أقدمت على حرق المصحف والدوس على العلم العراقي أمام سفارة بغداد في العاصمة الدنماركية الجمعة الماضية. ونشرت المجموعة حينها مقطعا يظهر الحدث. وتسببت الحادثة السابقة بخروج تظاهرات واسعة في العاصمة العراقية السبت الماضي، حيث حاول مئات المحتجين دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد للوصول إلى السفارة الدنماركية. ونددت كوبنهاغن السبت الماضي بحرق القرآن، وقالت في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها في تويتر أن الحكومة الدنماركية تدين حرق المصحف، مضيفة أن حرق النصوص المقدسة وغيرها من الرموز الدينية هو سلوك معيب يقلل من احترام ديانات الآخرين. وفي أعقاب واقعة مماثلة في السويد، قررت منظمة التعاون الإسلامي الأحد إيقاف المبعوث الخاص للسويد. وفي الختام، ما هو رأيك؟ شاركنا ذلك في التعليقات. نراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.